نروح ناحية السيدة انتصار وطبعا فخامة الرئيس، لكن نشوفهم وهم شباب. فهي في بنوتة حلوة في المدرسة في ثانوي. في ثانوي. طيب ازاي بقى حصل اللقاء؟ دي كانت حكاوة لها العجب. طب ايه الحكاوة دي؟ في يوم من الأيام وأنا بجري ورا عربية الرش، يا كوكو جنبه يا جريها يا روش يا ام الرواش انت. في ايه؟ ايه شغل كوكو جنبه وما كوكو جنبوش اللي على الطريق ده؟ قاعد تلمع عكريات. واه اول ما كلمني بيقول لي انت بتذاكري كويس ووريني كده، كنت عامله جدول بقى للامتحانات، وقال لي انت تذاكري كويس عشان المذاكره دي هي اللي هتقف جنبنا. قلت له جنب مين؟ انا اصلا لسه دوب بتعرف يعني. أسئلة سريعة وسيادتك بقى تقولي لي الرد إيه. يعني مثلا ذاكر لهم. احنا كنا في البيت مقسمين، أي بس هو كان بالرغم ان هو بيشجع طبعا موضوع المذاكره، وكان بقى ساعات يجيب الكتب ويسالهم. هو كان حابب ان احنا نجيب لهم شيخ يحفظهم القران في البيت. الله أكبر الله أكبر. مين الشخص اللي بترمي حمولك عليه في الأوقات الصعبة؟ زوجي طبعا. هو يعني دايما بيبقى صاحب النصيحه وصاحب الكلام اللي يخليكي ان انت من جوه تهدي. اوعوا تفتكروا ان انا ده ربنا خلقني طبيب اوصف الحاله. هو خلقني كده ابقى عارف الحقيقه واشوفها. اسمعوها مني، لان حتى هم دلوقتي كل الدنيا ولا ايه؟ ايوه صحيح، ده انا دكتور خالص، دكتور جدا، ده انا في منتهى الدكتوره. والله متوقع، انا قلت بس هو بيحب شغله جدا طبعا جدا، ودايما هو ليه اسبقيه في تفكيره للمرحله اللي هو داخل عليها. صحيح، ما ده واضح يا فندم جدا يعني. ففهمناها سليمان. كلام واضح. دي كلمة لازم تقف قدامها انتباه، تقف انتباه. طب تبرع في ايه السيدة انتصار؟ بحب الطواجن. ايوه. طواجن بقى اللي في الفرن بقى، اللي هي طواجن باميه، طواجن مثلا قوارمه، طواجن. الناس دي الاوزان فيها زياده جدا. يعني كلمة بقى من الزوجة والحبيبة لفخامة الرئيس الزوج والحبيب برضه. ما تكسفنيش عاد يا سجوني. ربنا يا رب يوفقه دايما يا رب. ربنا يكرمه. يا رب. ربنا يكرمه يا رب. يا رب. 5 صاحبي. ففهمناها سليمان. كلام واضح.